يا أجمل بنات الدنيا، يا عمري اللي عدى في ثانية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، كان في فرح وغناها، اسمها اجمل بنات الدنيا. يلا بينا يلا بينا. كبرتي أوان. اغنيه اجمل بنات الدنيا. الاغنيه هي من كلمات امير طعيمه ومن الحان عمرو مصطفى ومن توزيع تميم. كذا حلقه فاتت او حتى لما بطلع اتكلم وهو بيبقى كاتب الاغنيه، الراجل ده بيعرف يوظف الكلام صح جدا، بيعرف يعمل معاني حلوه، تفاصيل يا جماعه في الكلمات اللي بيكتبها. تتكلم عن بنته وانت مثلا بنتك خلاص بتتجوز وكده، فالاغنيه دي انت تشغلها لبنتك لكل التفاصيل بقى فيها يا جماعه شويه معاني. يعني انا هسيب لكم منها كذا حته انا بتكلم هتعجبكم جدا. كلماتها حلوه قوي، القافيه مظبوطه جدا، طالعه كده بالمسطره. الالحان من عمرو مصطفى. الراجل ده يا جماعه لما بيشتغل على اغنيه بيعمل لحن، وفعلا لو اشتغل من قلبه كمان يطلع الاغنيه باحترافيه بشكل مش طبيعي، لدرجه ان اغانيه فعلا بتترجم بره وبتتسمع. والكلام ده حصل مع ناس كتيره، هو عمل لهم شغل. طبعا اولهم عمرو دياب. هو بيثبت هنا وخلاص. هو انت سمعت الاغنيه الحان عمرو مصطفى، هي ثبتت معاك هنا في دماغك، معلمه معاك، من السهل ان انت تحفظه. تبقى الطبقات العاليه، وان هو بيوصل لمراحل ان هو عارف الاغنيه دي لمين وده لايه ودي رايحه فين. فده بيعجبني جدا. اللحن كان على المستوى العالمي، اللحن كان جامد جدا. انا كنت مبسوط جدا وانا بسمع الاغنيه دي. شايف ان حماقي ضمها لالبومه الجديد. اغنيه تحفه جدا، توزيع من تميم، موزع بالنسبه لنا كده حاجه كده عامله زي الحلويات. انا بحب الراجل ده وبحب توزيعاته. التوزيع بتاعها هادي جدا، دخلته الاول في البيانو وبعد كده ابتدى يعلى واحده واحده، رجع تاني. توزيع يا جماعه من الحاجات اللي انت ممكن تسمعها كده وتحس ان انت متكيف ومبسوط. الاغاني المتكامله لمحمد حماقي من وجهه نظري. اغنيه حلوه وفكرتها ان هو بيغنيها لبنته، شوفها قدامه بتكبر وان هي خلاص بقت عروسه وتتجوز. انت لو انت مش متجوز مثلا نفسك تتجوز وتخلف بنت عشان تغني لها الاغنيه دي. من الاحساس اللي كان عالي جدا فيها من محمد حماقي. يا بنتي يا أغلى عليا من العالم وكل ما فيه. الاغنيه من الاغاني المتكامله من الكلمات والالحان والتوزيع. بجد يا جماعه اغنيه اقدر اقول لها شابوه كبير. عرفتوا تعملوا جديد، حاجه مختلفه. رحت في حته منطقه ان انا مش بعمل بس اغنيه رومانس تسمعها لاول مره او لاول دخله البيانو تحس ان هي اغنيه رومانس ما بين اتنين بيحبوا بعض. بيغزل وبيحب في بنته اللي خلاص كبرت قدامه وبقت عروسه، وان هو بيغني لها. هي حته منه بتحصل بس بشكل ممكن يكون مش كتير. فكره حلوه وطالعه من حماقي كمان باحساس عالي. اللحن بتاعها كان خرافي، كلمات من امير طعيمه بجد عالمي. انا بقول لك شابوه كبير، وبشكركم جدا فريق العمل كله اللي عمل الاغنيه. والفكره اصلا كلها صاحب الفكره يا جماعه عبقري، مستني لها نجاح كبير جدا. هي لسه ما نزلتش على فكره. الاغنيه معايا متسجله من الفرح، انا سمعتها كلها من غير ما تنزل اوديو كامل. اتوقع ان حماقي ان شاء الله يضيفها للالبوم. بجد دي حاجه هتحسب له جامد قوي ان هي تتحط في تاريخه. اغنيه زي دي مختلفه ان هو يغنيها لبنته او ان اي حد بفرح، وهتشتغل كتير جدا شغالها لبنته اي اب طبعا. وحاجه يا جماعه ما حصلتش. نجاح كبير لالبوم حماقي اللي هينزل في عيد الاضحى اللي جاي ان شاء الله، ما يتاجلش بشكل كامل، علشان محمد حماقي وحشنا جدا. واغانيه واحساسه ومزيكته انا بعشقها جدا، عشان انا بعشق اغاني محمد حماقي ومزيكته. بجد انا بعشق الراجل ده يا جماعه وشغله وبحترمه جدا. رايك في الكومنتات تحت ويعرفني ايه رايكم في الاغنيه. كانت عجباه وما كانتش قد كده، او كان شايفها عامله ازاي. انا هحط لكم منها حتت في الحلقه ان هي ما نزلتش بشكل اوديو رسمي كامل. انا شايف ان هي بشكل عام ككلمات ولحن وتوزيع اغنيه قويه جدا، والاغاني المتكامله لمحمد حماقي، وهتعيش كمان في مسيرته كتير. مستنيها جدا تنزل اوديو كامل. لسه جديد بيشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس واعملوا لايك واظبطوني بقى لايك وشير وسبسكرايب وروقوا عليا في كل مكان. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.